هذا السيد عطاني 4 مليون و160 على اساس الكفوف ديالو 450 درهم للكفه. السلام عليكم خويا امين، كلشي بخير خويا. السلام ورحمه الله وبركاته. اذا السلام عليكم الاخوان. البارح تلقيت واحد الاتصال من عند الاخ محسن، قال الله يجازيك بخير اخويا امين، راه من بعد القفه اللي كانت قبل العيد راه ولات عندي فوضى قدام المحل بسبب انه بعض الناس جاو، كاين اللي كيتهموا بانه خدا 10 المليون، كاين اللي كيقول مثلا بانه واعدوا بانه غيعطي شي قفه وما عطاهاش ليه. انا بغيت نوضح واحد التوضيح. محسن كيبقى مجرد تاجر صاحب المحل اللي مكلف بلاليس، والاخ جعفر. اخ جعفر كنا حنا كنوزعوا القفه قبل الافطار ديال اخر نهار في العيد 450 درهم 150 درهم. بقينا غاديين بديك لاليس الاخوان ملي وصلنا ل 60 تقريبا. شحال من قفه وصلنا؟ وصلنا 64. ملي وصلنا ل 64 قفه اخ جعفر قال لي ودي راه جاو الناس بزاف الله يجازيك بخير، واش ممكن تقسمها؟ هادشي اللي كاين. قال لك ممكن تقسمها عوض 5 لتر الزيت نديرو فقط 2 لتر، عوض 4 الباكيات ولا شحال كنا 6 الباكيات نديرو 3 الباكيات ديالها تاي، عوض 25 كيلو ديال الدقيق قال لي نديرو غير 10 كيلو، عوض لتر الزيت العود نديروها نص لتر، وقال لي نحاولوا نفرحوا العدد كله. الله يسخر ماشي مشكل. من بعد بدا كيقيد قبل الافطار، قيد واحد المجموعه ديال الناس وقال لهم مورا الفطور ان شاء الله وغتجيو. عاوتاني مورا الافطار دوك اللي كانوا 100 ولاو جايين عاوتاني 300. هنا الاخوان ارتاع الاخ جعفر والاخ محسن باش ما تكونش الفوضى في المحل، قال لهم شدوا بونات باش من بعد تجيو، ياك من بعد تجيو ويفرق لهم القفه. حتى كنتفاجئ الاخوان باننا البارح ما كانش هنا، كيتواصلوا بيا كيقول لك الله يجازيك بخير. والقفه شحال داير فيها؟ جاو 300 باش ما يكونش 100 100 100 100 باش توضح الناس. قال لك نديروا فيها 100 درهم. شحال قلتي ليهم؟ انا ولا 360 ديال الاشخاص. يعني شحال نديروا فيها؟ 360. ولكن اخويا جعفر كان لك تخليها فقط كما درنا 100. ودابا هادشي اللي غنديرو دابا حنا غنحتفظوا. ولكن شحال قلتي نعطيو في القفه في الاخير انا بنادم بزاف ولا بزاف. قلتي شحال غادي تعطي العيد؟ شحال قلتي غتعطي؟ 100 درهم في الاخر. 100 درهم قال لك في الاخر. الناس قال لك لا اساس 450. امين الاخ اعطى 450 درهم قبل الافطار. من وراء الفطور يعني ما يمكنش غادي يدير 100 درهم، يعني 350 وعطينا كمحسن 10 المليون. شي كيقول لك عطيني 20 مليون. امين عطيني 10 المليون. اخواني القضيه ديال محسن هو بريء من هذا الشيء ديال الفلوس، الله يجازيكم بخير. جعفر هو اللي مكلف بالسلعه كياخذها كيحسبها. الصديق ديالي جعفر هو اللي جاب لي لاليس، هو اللي كنتعامل معاه. هذا كيتخلص باش نكونوا واقعيين. دابا حتى من ناحيه البونات او الناس اللي واعدوا من الاخ جعفر تقدروا تواصلوا معاه. وحتى بالنسبه للقفه ما نقدر دابا نقول لجعفر حتى شي حاجه، لانه الشاهد من نفسه رد القفه من 450 ردها ل 250 على اساس باش يفرح اكبر عدد ممكن. ولكن مورا العيد كنتفاجئ بانه قال لك من 250 ردها 100. علاش وكلاش؟ دابا حيت مثلا الانسان الناس ارتفعوا ولاو 360 وتصور كانت 150 ديال الناس راه غيعطيهم هو 250. حيت دابا انت كتستحي من النفس ديالك. دابا تصور معايا ان الانسان كيجي يبغي يقبل لك اليد ديالك هو اكبر منك، راجل كبير او امراه كبيره تجي تقبل لك يدك وتقبل لك كتفك، تستحي. غدوات الانسان شنو باغي هذيك الكفه كتقول له انت انا الارض تحل وتشوص منها، او لو كان عندي مال قارون كامل عطيني في سبيل الله، ولكن ما بيدي حيله. حتى اليوم يعني مثل 100 درهم ما غندير حتى حاجه. حتى انا عزمت غاديك لاليست الاولى اللي قلت اللي كانت فيها 100 وخرجت ديك الكفه اللي قلت لك هي اللي غتعطي 250 درهم، يعني الكلام ديال امين. دابا هذيك لاليست ما غتبقاش، هذوك البنات ما يبقاوش واكلين، يعني حنا غنبغيو نتكلفوا بقضيه اخرى على هذيك الفوضى اللي داروا الناس امام المحل. هذوك البنات ما بقاوش واكلين الان. علاش؟ لان امين جا ودابا حتى واحد ما غيجي للمحل. علاش؟ لان اللي غيتكلف بالقفه هو جعفر، والناس اللي غياخذوا هما الناس اللي غيكونوا محتاجين مثل هذه الصدقه اللي قبل الفوضى اللي دارت. يعني مثلا امين غيخليها مثلا 100 ياك امين خليها 100 250 درهم صافي. 250 درهم كما كانت بقات لينا 50 في لاليست قسمتيها على الاسبقيه غتكون الايتام والارامل في هاد الناس كاملين. لا من بعد الايتام والارامل المراه اللي هربان على الراجل، من بعد المراه اللي هربان على الراجل عشان امين بقاو ندوزو بشويه بشويه. علاش خاصه؟ انا حاجه اللي كنطلب منك
ركز لي على الناس اللي كاينين صح السلام عليكم اللي في دارو ما غياخدش الله يجازيك هذا الكلام ديال امن الله يرحمه. اللي بدارو الله ما يرحمه. غياخدش وانا هاد السيد النمره هذا ديال جعفر غنخليوها هنا في الفيديو دوك الناس باش يتواصلوا مع جعفر. نعطيها لي باش يحطها في فيديو انا هاد الناس هادو قبل ما يجي عندي شي واحد لا. انا هاد السيد هذا راه غير شاري من عندي وانا بايع ليه وبايع ليه بواحد الثمن بخس باش تفهموا وانا راه ما خايد والو ما مفرق لك كفف ما عمرنا حنا معاونين مع بعضياتنا هذا هو التعاون ودرنا الخير ورجع لنا بو مزوي يعني وليت ساد المحل ديالي سيمانه على قبل هاد الاشياء هادو مجموعين لك قدام المحل كيقول لك محسن كيفرق القفه انا فين نفرق شي قفه انا راه ما كنفرق لك كفوف الاول ولا كيجي عندك بنادم ديالي كيجي عندي كيقول لي محسن الله يجازيك كتقيد وقيدني انا مشكلة. واش انا كنقيد راه هاد السيد هذا الله يجازيه بخير عاونوا ناس حتى هو كيتعاون مع ناس يعني هذا راه وسيط يعني هذا الشيء هو اللي كاين وهذا جا تقدم من عندي وانا بعت ليه وبعت ليه بثمن بخس هذا هو اللي كاين وانا راه ما عندي العلاقه اللي جامل في هذا الشيء باش يبدا يقول لك بنادم عطاني 10 المليون وهذه راه ما عطاني والو وما يجيش عندي بنادم هذا السيد عطاني اللي قال لك شي حاجه ها انا نواجه ها هو السيد عطاني 4 مليون وميوسن على اساس الكفوف ديالو 450 درهم للقفه انا راه ما عاطي والو وهذا السيد ها هو صح كيكتبوها على الميتين ما كيكتبوش على الحيين ها